كابتن رضا، هل احنا لعبنا مدافعين النهارده كابتن، او الشكل بتاعنا النهارده ان انت كنت رايح تكسب، ولا كنت رايح تاخد نقطه مثلا، ولا كنت رايح تحافظ على شكلك في المباراه بالشكل اللي انت جبت بيه النتيجه دي؟ انت رايح تتعادل. انت رايح تتعادل. لان لو عايز تكسب تحديدا بعد الجون ما دخل فيك كنت لازم تعمل تغييرات عشان اكسب وعشان ارجع للمباراه تاني. لا انا بتكلم التشكيله ما انا بقول لك الاساسيه بس. مع الاساسيه انت خسرت. فانت هو عايز يطلع الشوط الاولاني ما يخش فيه جول، فدخل فينا جول. فكان لازم تغييرات على طول من اول بدايه الشوط الثاني. 3 تغييرات اقل حاجه عشان ترجع للمباراه بسرعه وفي نفس الوقت تكسب. انا شايف ان هي فرقه ضعيفه جدا فنيا. هي بتتعامل بس ان هي بتجري ورا كل كره وخلاص. هم عندهم القوه طبعا في الالتحامات والضغط عليك، لان انت ما عندكش اللعيب اللي عنده الحلول اللي يفك لك كل الكلام ده. وده كان لازم تبقى من بدايه الشوط الثاني. وقلنا ناصر ماهر، وقلنا مصطفى فتحي، وقلنا عمر كمال عبد الواحد. واخد بالك ال3 دول كانوا هيفرقوا وهيعملوا انتفاضه لفرقه مصر في الحته الهجوميه، وكان هتبقى اكتر من كده وايجابي عن كده. انما انت يعني دخل فيك الجون فانت قمت جاي منزل امام عاشور. ما عنديش مشكله ينزل، نزله مكان واحد من الاثنين اللي واقفين في نص الملعب، اللي هم انا شايف ان هم بيأدوا دور واحد. وانت اصلا الفرقه اللي قدامك قليله، ما بتلعبش كوره مثلا ان هي كل كوره بتضغط عليك وبتروح على الجون والكلام ده عشان تلعب ب2 ديفندرات. لا، اسحب واحد ونزل امام، ما عنديش مشكله. نزل ناصر ماهر، نزل عمر كمال، نزل مصطفى فتحي. كان دولت عملوا لك رواج. والرواج كمان الحلول اللي هي تفك الضغط على صلاح وعلى زيزو وعلى تريزيجيه وعلى، واخد بالك. هو بدأ حتى كمان بعد اصابه مصطفى محمد ان كان لازم يلعب محمد شريف. لازم انت جايبه ما يدخلش صلاح وينزل حد طرف، ممكن، او زيزو كان هو اللي يطلع ويبقى صلاح، لان صلاح ساعات بيقوم. لا خلي انت بتتكلم بقى على الخبرات اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، فصلاح يروح داخل جوه ونزل مصطفى فتحي، ومثلا مصطفى فتحي لو انت عايز، وخلي زيزو يبقى تحت الفيرود او العكس. مصطفى فتحي مقتنع بأوفا كابتن يا حبيبي ماشي. انت ما تظلمش الراجل ده. ما انا قلت لك الضرب والتخبيط والكلام ده مش وقته. انت عايز واحد يسرق لك جول زي كده، هي محتاجه اللعيبه بالنوعيه دي. الراجل نزل عمل ايه؟ خد كره، استلم وكم محطه، راح على القريبه مثلا وحطها بدماغه وجت. هي وصلت راحت في مرتين راح، بس هو راح متاخر. هنا بقى الخبرات بتفرق. لو شريف ممكن يلحق ويقوم جاي يعملها كده في الجول. شريف ممكن ياخد من ورا الباك ويروح يجيب لك جول. انما ده واقف ظهره وبعدين بطيء في حته اللي هي السبرنتات والكلام شورت ران دي بالظبط. انما شريف بيبقى واقف مثلا بيدي جنب، بحيث ان انت لو عملتها له بيروح اسرع. مع كوره بتاعت زيزو، مع كوره تريزيجيه، ممكن يخطف لك جول. انما انت لعبت واحد عشان تقول ان انا لعبت واحد كده، يعني انت واخد بالك. برضو انا شايف تغيير ابراهيم عادل ما كانش ليها اي وجود. حتى لو تريزيجيه اللي هيغير، زيزو يروح ناحيه الشمال ومصطفى فتحي ينزل ناحيه اليمين، وخلي صلاح مثلا في القلب. ففي حاجات كتيره. فانا بقول لك ان احنا ضيعنا فوز سهل من ايدنا النهارده بشويه حاجات. لو اتعملت اعتقد ان هي كانت غيرت. طيب انا هرجع لحضرتك تاني وهرجع